قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العظيم. يا ابني يا بودة. نعم يا بابا. ايه يا ابني الترزيع اللي عندك ده؟ مفيش يا بابا، كنت بمسك بس في الحمام. يا دي الحمام ويا دي وجع القلب اللي انا جبته لنفسي. يا عم هاني يا عم هاني. الله يسامحك يا شيخ، نسيتني الآية اللي كنت فيها. يا عم هاني. ايوه نور يا بنت خير، في ايه؟ معلش يا عم، انا في فرد حمام طار من ماما بالغلط، هي كانت بتاكله فتقريبا كده حد مسكه هنا. ايوه هو بودة تقريبا كان بيرزع دلوقتي بيقول لي مسكت فرد حمام. اطلعي له يا بنتي وفوق عامة ما تقلقيش. ماشي يا عم هاني. ايه ده؟ مين اللي طلع ده؟ يا بودة يا بودة. ايوه مين؟ انا نور يا بودة. طيب ايوه. بقول لك يا بودة، كان في فرد حمام كده طار من ماما ووقف هنا على العشه، ما شفتوش؟ فرد حمام؟ لا ابدا، انا عمري اول ما امسك حاجه منك انت عارفاني والله، اول ما امسك حاجه منك اكيد يعني بديها لي. ازاي يعني؟ ما تفهم ماما مش بتضحك عليا، قالت لي ان هو جه وقف هنا على الدار وانت مسكته. لا كان بس فرد بيطير منه وطلع لف بسرعه بالطاره. ماشي يا بودة، لو لقيته بقى عدى عليا. ماشي ماشي يا نور، انت عارفاني والله مش بخبي منك حاجه. يا لهوي كانت هتقفشني. صدق الله العظيم. يا نور يا نور. نعم يا عم هاني. يا بنتي انا شايفك ماشيه من غير حمام، ما لقيتوش هو ولا ايه؟ لا هو تقريبا بيقول ان انا ما مسكتش حاجه، بس ماما بتقول انا شايفاه هو بيتمسك. لا حول ولا قوه الا بالله. طب يا بنتي انزلي انت دلوقتي وانا اشوف الدنيا دي فيه ايه. امال ايه الفرد اللي هو ماسكه ده؟ انا اللي جبت هدي الحيل ده لنفسي. يا دي يا بودة يلا يا ابني. نعم يا بابا. بابا هو اللي يا بودة. نعم يا بابا. يا ابني قطعت نفسي يا ابني، الله يخرب بيت الحمام وسنينه. نعم. هو انت يا ابني مش لسه وانا بقرا في المصحف دلوقتي كنت بتقول لي انا مسكت فرد حمام؟ لا يا بابا، فرد يا بابا بتاعي بس كان هيطير وطلع لف بسرعه بالطاره. يعني مش ده فرد البت نور اللي كانت جايه عليه؟ لا يا بابا والله انت عارفني اول ما امسك حاجه يعني. اصل انا استغربت بتقول لي امها شافت الفرد وعندك على الدار، فقلت اكيد يبقى انت اللي مسكته. وبعدين انت بتكلف في دي ليه؟ انا مش قايل لك اصلا تملى نص الجردل على الحمام كله؟ انت هتفضل بقى ماشي لي بديت؟ فين الجرده؟ الجرده يا بابا. طيب يا لهوي هيعرف مكان فرد الحمام وهيضربني، مش هيقدر يطلعني عشه تاني. طب ما الجرده اللي امال بتكلف ليه؟ ايه ده؟ ايه ده يا بودة؟ مش ده فرد الحمام؟ نعم يا بابا. مش ده فرد الحمام؟ ده مش بتاعنا، ما تقوليش ده بتاعنا. ده جه هنا امتى؟ ده بتاعها ولا مش بتاعها؟ ما تقوش اخلص، ده بتاعها ولا مش بتاعها؟ ايوه يا الصراحه بتاعها. طب خشي لي كده. طب ما هو بتاعها ما بتديهولهاش ليه؟ مش حاجه بتاعتها؟ هو انا لما عملت العشه دي مش قلت لك اي حمام غريب يا حبيبي يجي هنا ما يلزمناش، مش بتاعنا؟ أيوة. ترجعه لاصحابه؟ ايوه يا طب بابا. ليه بنكذب؟ انا لما عملت لك العشه دي مش عملتها عشان المك من الشارع وقرف الشارع والصحاب اللي هي الفاسده المقرفه؟ ايوه يا بابا. تقوم انت هنا بقى تتعلم لي الفساد اكتر؟ بس ما يا بابا ده مسكت مني فرد قبل كده وقالت لي ما نعرفش منه حاجه. ملناش دعوه بغيرنا، انت حاجه غريبه مش بتاعتك ما تقبلهاش على نفسك، دي هتنزل في بطنك بالسم الهاري. سامعني ولا مش سامعني؟ تاخد زي الشاطر ده كده الفرد ده تقول لها خدي معلش ده انا كنت ماسكه ونسيت خالص، او تتصرف بقى تشوف انت هتديهولها ازاي. يا بابا كده هتحرج قوي يا بابا، انا قلت لها اللي هو مش عارف. مش انت اللي عملت الغلط يبقى انت اللي تطلع نفسك منه، انا اللي اروح اكدب يعني؟ انا الراجل الكبير؟ يلا كده زي الشاطر قول لها اتصرف بقى شوف انت هتعمل ايه. يلا وبعد كده لو حصل التاني مش هطلعك العيشه دي وهبيع الحمام كله. انا بقول لك والله العظيم انا شايفه بعناية دول، حتى لون الفرد الحمام لون ابيض في اسود اهو. اهو يا عم محمد. والله يا عم محمد والله كنت لسه نازله اديهولها. نزلت تديهولها؟ امال قلت لها ما مسكتش حاجه ليه؟ والله يا عم محمد ما صدقهاش يا عم محمد. ما يصدقنيش ازاي؟ انا كنت هنا لسه عندك من 10 دقايق وابوك شاهد عليك، وكمان انت قلت لي انت ما مسكتليش حاجه. تصدق انت طلعت عيل كداب. اشحال ابوك يعني امام مسجد يعني وبيحفظ قران؟ ايه الزعيق ده؟ ليه؟ استاذ محمد تعالى يا ابني كده في ايه؟ ايه يا عم هاني انت عامل لنا العشه دي بقى مرضيه، كل شويه يمسك مننا فرد حمام ويقول لك ما مسكتوش. عيب يا استاذ محمد اما تقول لحد زي كده. انا يا بنت اما جيت لي على فرد الحمام قلت لك ايه؟ مش لسه بودة ماسكه فوق؟ ايوه بس انا يا عم طلعت له وقال لي لا. وانا مش هكذب، هو بصراحه كان ماسك الفرد وكان طمعان فيه، وانا طلعت نبيت عليه قلت له الحركه دي لو حصلت تاني انا هنزل العشه دي خالص. يعني احنا لما فحصل نمسك فرد خير. كده فرد حمام هنصدقه يعني لما يقول مش استاذ عندي؟ محمد انت لو مسكت منه فرد حمام خده، انا اللي بقول لك اهو خده. لو حد جه طالبك بيه امين اديهوله، ما جالكش خلاص خده حلال عليك، انما احنا حد الله بيننا وبين الحرام. ويلا اطلع دلوقتي مبسوط كده اطلع. وعيب يا استاذ محمد اما تقول له مش عارف ايه وكان يومين والله الكلام العظيم ده لسه بقول له عيب يعني، ده انت ابوك امام مسجد يعني وبيحفظ مش قرآن شرط يعني والله يا مش استاذ هتقبل له حاجة محمد، زي اصل انا كده. مش همشي وراهم احرسهم يعني يا استاذ محمد. ماشي بس تعلمه يعني. والله كده بعلمه حرام. ربنا وحده اعلم. وانا لما طلعت هو كان نازل اصلا يوديه لها على فكره من غير ما انت تيجي. حصل خير. حصل خير وحقك عليا يا بنتي. ماشي. ولو عايزه خد قدام يلا الفرد ده فرد تاني ادبا ليه مفيش مشكله بالنسبه لا لي. يا عم هاني ربنا يبارك لك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.